تخيل معايا تكنولوجيا ممكن تغير شكل الحرب اللي نعرفها خالص. الموضوع هنا مش صواريخ أسرع ولا دبابات أقوى، لا، احنا بنتكلم عن ربط العقل البشري بالآلة بشكل مباشر. دي تكنولوجيا اسمها واجهات الدماغ والحاسوب، وحسب تقرير مهم جدا من مؤسسة راند دي ممكن قوي تكون هي ساحة المعركة اللي جاية. النهاردة هنفكك القصة دي ونشوف ازاي وليه. القصة كلها بتبدأ بسؤال ممكن يبان كأنه فيلم خيال علمي، لكن الحقيقة إن الإجابة عليه بتحصل قدامنا دلوقتي. هو ده بالظبط السؤال اللي بيطرحه تقرير راند. يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لما العقل البشري يتحرر من قيود الجسم ويقدر يدي أوامر للآلات بسرعة الفكرة نفسها؟ الموضوع هنا أكبر بكتير من مجرد تطوير سلاح جديد، ده إعادة تعريف لمعنى كلمة مقاتل نفسها. والصدمة بقى إن ده مش مجرد كلام نظري أو افتراض، ده حصل فعلا. شخص مصاب بشلل رباعي في تجربة بتمويل من أبحاث الدفاع الأمريكية قدر إنه يطير بمحاكي مقاتلة F-35 بمجرد التفكير، حرفياً بعقله بس. هنا الخط الفاصل بين الخيال العلمي والواقع اتمحى تقريباً. طيب عشان نفهم القصة دي واصلة لفين لازم نرجع خطوة لورا ونفهم أصل الموضوع. يعني إيه أصلاً واجهة الدماغ والحاسوب دي أو اللي بيسموها BCI؟ بص، بأبسط صورة ممكنة هي عبارة عن كوبري أو جسر مباشر من مخ الإنسان وأي جهاز خارجي، كمبيوتر بقى أو روبوت أو أي آلة. فكر فيها كأنها وصلة USB بيولوجية بتتوصل بالمخ، بتخلي الأفكار تتحول لأوامر، وفي نفس الوقت بتخلي البيانات اللي جاية من الآلة تتحول لإشارات يفهمها المخ، يعني طريق سريع للمعلومات رايح جاي. وعشان نوصل للكوبري ده بالمخ في طريقين أساسيين، وكل طريق ليه مميزاته ومخاطره. الطريق الأول هو الطريق التوغلي، وده بيحتاج عملية جراحية عشان تتزرع أجهزة إلكترونية دقيقة تحت الجمجمة. الدقة هنا بتبقى مرعبة، لكن المخاطر الصحية طبعا كبيرة. الطريق التاني هو غير التوغلي، زي إنك تلبس خوذة أو سماعات على راسك. ده آمن أكتر بكتير، بس المشكلة إن الجمجمة نفسها بتشتغل كفلتر بيضعف الإشارة ويشوش عليها، فالدقة بتقل. والفكرة دي على فكرة مش جديدة خالص، جذورها بترجع لعشرينات القرن اللي فات مع أول تسجيل لموجات المخ الكهربائية، والمصطلح نفسه اترمى في السبعينات. لكن لعقود طويلة الموضوع كان أقرب لأبحاث نظرية. نقطة التحول الحقيقية والسبب إننا بنتكلم عنه النهاردة كانت في بداية الألفينات، لما وزارة الدفاع الأمريكية قررت تضخ استثمارات ضخمة جدا في أبحاث تكنولوجيا الأعصاب. هنا الموضوع اتحول من مجرد فكرة لمشروع استراتيجي له أهداف واضحة. والسؤال المهم، ليه الجيش مهتم للدرجة دي؟ إيه الهدف الأكبر؟ الإجابة بتودينا لمفهوم جديد خالص ممكن يغير شكل الحروب اللي جاية كلها. روبرت وورك نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق لخص الفكرة كلها في جملة، قال إن حجر الأساس لدفاع المستقبل هيكون هو التعاون بين الإنسان والآلة. الفكرة مش إن الآلة تحل محل الإنسان، لأ، الفكرة إن الآلة تدي الإنسان قدرات خارقة عشان ياخد قرارات أحسن وأسرع. دي مش مجرد أداة جديدة، دي فلسفة قتالية كاملة بتتغير. والرؤية دي ليها اسم مستوحى من الأساطير اليونانية، القنطور أو السنتور، الكائن الخرافي اللي هو نصه إنسان ونصه حصان. في النسخة العسكرية بقى القنطور ده هو مقاتل هجين بيجمع أحسن ما في العالمين، إبداع الإنسان وقدرته على التفكير النقدي مع سرعة ودقة وقوة معالجة الذكاء الاصطناعي. والBCI هي بالظبط الأداة اللي بتخلي الاندماج ده حقيقي، بتحول الاتنين لكيان واحد متكامل. وزي ما قلنا ده مش مجرد كلام. وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة أو DARPA اللي هي العقل المفكر للبنتاجون صرفت مئات الملايين من الدولارات على أبحاث تكنولوجيا الأعصاب دي من بداية الألفينات. لما نشوف الأرقام دي بنعرف إن الموضوع جد جدا. طيب، إيه اللي بيخوفهم لدرجة إنهم يستثمروا كل المبالغ دي؟ الخوف من سيناريو له اسم مرعب، الحرب المفرطة أو الهايبر وور. عالم بتكون فيه المعركة سريعة جدا لدرجة إن العقل البشري ما بيلحقش يستوعبها أصلاً. القرارات بتتاخد في أجزاء من الثانية بالذكاء الاصطناعي، وفي العالم ده الإنسان بيتحول لنقطة ضعف، للعنصر البطيء في المنظومة. وهنا بتظهر الBCI كمحاولة، يمكن تكون المحاولة الأخيرة عشان الإنسان يفضل جوه المعادلة وما يتحولش لمجرد متفرج. طيب، كل الكلام النظري ده شكله عامل إزاي على أرض الواقع؟ يعني إيه الأدوات اللي ممكن تكون في إيد الجندي في المستقبل؟ عشان يجاوبوا على السؤال ده مؤسسة راند عملت حاجة زي لعبة حرب متطورة. جابوا عسكريين حقيقيين وادوهم صندوق أدوات BCI افتراضي وحطوهم في سيناريوهات قتال مدن معقدة عشان يشوفوا هيستخدموا الأدوات دي إزاي وإيه اللي هيحصل. صندوق الأدوات ده كان فيه حاجات أقرب للخيال. تخيل معايا كده،
جندي بيستقبل كل البيانات من أجهزة الاستشعار اللي في المنطقة، مش على شاشة، لا دي بتندمج مع إدراكه مباشرة. أو قائد بيحرك سرب كامل من الطيارات بدون طيار بمجرد التفكير في المناورة. والأغرب من كل ده تخاطر اصطناعي، يعني فرقة كاملة بتتواصل مع بعض من غير ولا كلمة، مجرد أفكار بتتنقل بينهم في صمت تام. ده غير إن القائد يقدر يراقب مستويات الإرهاق والضغط العصبي عند فرقته، أو حتى يعزز أداء الجنود بقمع الخوف أو تسريع تعلم مهارات جديدة. ومن بين كل الأدوات الخارقة دي، المشاركين في المحاكاة دي تقريبا أجمعوا على حاجة واحدة: التواصل المباشر من عقل لعقل، أو التخاطر الاصطناعي. ده هو أكتر تطبيق عنده القدرة إنه يغير قواعد اللعبة بالكامل، لكنه في نفس الوقت هو نفس التطبيق اللي فيه أكبر كمية مخاطر تشغيلية ومؤسسية ممكن يتخيلها. يعني الإمكانية الأعظم بتيجي معاها المخاطرة الأكبر. وهنا بقى بنفتح الباب على الجانب المظلم من التكنولوجيا دي. لما العقل نفسه يبقى جزء من الشبكة، ساحة المعركة بتوسع عشان تشمل ساحة جديدة تماماً ومخيفة جداً: ساحة اختراق الأدمعة. الBCI عاملة زي السلاح اللي له حدين، وكل حد فيهم بيفتح باب جديد لنقاط ضعف وتهديدات. التهديدات دي بتتقسم ل3 أنواع: تهديدات تشغيلية ومؤسسية وأخلاقية. على المستوى التشغيلي، الخطر واضح ومباشر: الهاكينج. تخيل اللحظة، إيه اللي ممكن يحصل لو عدو قادر يخترق نظام الBCI بتاع جندي؟ ممكن ببساطة يزرعوا في عقله معلومات غلط، يخلوه يشوف أعداء مش موجودين، أو الأسوأ يخلوه يشوف زمايله كأهداف، أو ممكن ببساطة ياخدوا منه التحكم في سرب الدرونز اللي بيقوده. وبعدين على المستوى المؤسسي، المشكلة في الثقة. هل أي جندي هيثق في تكنولوجيا متوصلة بمخه مباشرة؟ وإزاي قائد هيتعامل مع فرقة كل واحد فيهم بيقرأ أفكار التاني؟ هل ده هيقوي الوحدة بينهم، ولا هيخلق أنواع جديدة من الشك وعدم الثقة؟ وأخيراً، المعضلة الأكبر، المعضلة الأخلاقية اللي ممكن ملهاش حل واضح. لو جندي متوصل بBCI ارتكب فعل غلط زي جريمة حرب مثلا، مين المسؤول؟ هو ولا الآلة اللي ساعدته ياخد القرار، ولا المبرمج اللي كتب الكود بتاعها؟ خطوط المسؤولية بتسيح وتدخل في بعض تماما. وهنا بنوصل للمفارقة الصعبة والمقلقة. مع كل المخاطر المرعبة دي، التقرير نفسه بيلمح إننا ممكن ما نكونش بنملك رفاهية الاختيار. في عالم الحرب المفرطة اللي جاي، الBCI ممكن تكون هي الطريقة الوحيدة عشان الإنسان يفضل له أي دور في اتخاذ القرار. يعني ممكن تكون شر لابد منه. وده بيسيبنا مع السؤال الأخير والأهم: هل الاندماج النهائي بين الإنسان والآلة ده هو قمة الشراكة والتطور، ولا دي مجرد أول خطوة في تنازل الإنسان عن آخر حاجة بيمتلكها في ساحة المعركة، وهي استقلالية تفكيره وقراره؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي هترسم شكل مستقبلنا.